الله يغضب عليك يا محمود الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله. تبيانا للحق بخصوص هذه الصورة التي نشرها شخص يمني، واليمن بريء منه بالمناسبة، والشعب اليمني الأصيل العزيز على قلبي بريء منه. هذه الصورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي، وفيها ادعاء بأن أخي يعني حقيقة أبت الحقارة أن تفارق أهلها. من المضحك أن تفبرك صورة بالذكاء الاصطناعي وتنسبها إلى أخي أنه يعمل في جيش الاحتلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. جميع إخواني يعيشون في غزة، ويعيشون في خيام النزوح، ويعانون ما يعانيه الناس. وإسرائيل قتلت نصف عائلتي، أخوالي وأعمامي رحمة الله عليهم، لكن الحمد لله أننا شوكة في حلوقكم.